ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ طبعا رجعنا كلنا من العيد. خلاص الواحد مش قادر يشتغل، اتعود على اجازة العيد. المهم انا النهارده جاية اقول لكم على شوية حاجات كان نفسي اعرفها من زمان، كان نفسي حد يقولها لي من زمان. تهيأ الفيديو ده هيكون مفيد. بس ما تنسوش قبل ما ابتدي تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على زرار الجرس علشان كل الفيديوهات الجديدة توصل لكم اول باول. اول حاجة عايزة اقولها انه الهروب ليس حلا. لو في عندك مشكلة، الهروب مش هو الحل، انما الحل، كل الحل في المواجهة. لازم تواجهي الحاجة اللي مسببة لك مشكلة، لانها اكيد 100% هتحللك المسألة. اما الهروب اللي انت بتهربي منه هو بيهرب معاكي. اللي انت بتهربي منه هو بيهرب معاكي، بيروح وراك مين ما تروحي، لان الحقيقه بتبقى الموضوع بيبقى جواكي، فهتهربي من جواكي تروحي فين؟ فعلشان كده بقول ان الحل، كل الحل في المواجهه. يعني مثلا انت مثلا طالب وفي ماده انت يعني بتكرهها مش بتحبها، عادي. انا عايزه اقول لكم انه مش كل اللي بندرسه بنحبه، لكن المهم انك ما تهربش من الماده. مثلا انك تحول لمادة تانية، او لا انا بقى جايالك من المستقبل وبقول لك ما تهربش، دوس وكمل في المادة ده، لانه بعد كده هتتعلم المواجهة، وممكن تواجه مواقف اصعب واصعب من الموقف ده. مش هتلاقي الاوبشن بتاع الهروب ده موجود، مش هتلاقيه، فهيبقى محكوم عليك انك تواجه. فلو انت يعني عودت نفسك على المواجهة، دي احسن حل للمشاكل اللي ممكن تقابلك في حياتك. انت لو هربت من الحاجة الصغيرة هتتعود انك تهرب كمان من الحاجات الكبيرة، وهتبقى ممكن تهرب من مسؤوليتك كرب أسرة، ودي حاجة هتبقى وصمة عار لو حصلت. فعلشان كده انا بقولك ان الحل، كل الحل في المواجهة. تاني حاجة بقولها، اسمع واستفيد من كلام باباك. اسمع لباباك واستفيد منه، لانه الاب هو اللي بيقوي الشخصية والثقة في النفس، بالذات مع البنات. الاب هو اللي بيشكل شخصيتك وبيقويها او بيضعفها على حسب تعامله معاكي. فهو لو قام بمسؤوليته هيبقى عندك ثقة في نفسك، وحبه ليكي هيخليكي مش اي حد يقولك كلمتين حلوين يعني تنهاري وتروحي معاه وتسافري بدماغك بعيد. لا، لان اول حب في حياة اي بنت هو باباها. فلو هو مديك الحب والحنان هيخليكي ما تنسقيش ورا عواطفك، وهيخليكي تحكمي على الامور بعقلك مش بقلبك. بعقلك مش بقلبك. النقطة التالتة ودي مهمة جدا جدا برضو، احكمي بعقلك مش بقلبك. دي النقطة التالتة او السؤال اللي بمليون جنيه، انك تحكمي بعقلك. بعقلك اولا، وبعد كده العقل يا جماعة والقلب. يعني العقل لما بيحكم القلب هيسلم بعد كده ويقتنع بعد. يعني انا ما بقولش ان انت تهملي قلبك خالص، بس اصبري شوية لحد ما عقلك وقلبك يتفقوا. يا اما عقلك يقنع قلبك، يا اما قلبك يقنع عقلك. آه فلازم مفيش اي حاجة تحصل بدون قناعة العقل. العقل هو اللي بيحكم مش القلب. عشان كده بقول ان باباكي هو جيشك، هو اللي هيركب عقلك صح. قربي منه، اسمعي نصايحه، اعملي بيها، اقعدي معاه كتير. ربنا يكون في عون الناس اللي اتربت ايتام. بصراحة دول بقى لازم كلنا نقف جنبهم ونساعدهم، مش بس بالفلوس طبعا. لو معاكي فلوس اوكي، شايفة انهم يستاهلوا، اوكي مفيش مشكلة اديهم فلوس. لكن انا اقصد ان احنا عاطفيا او معنويا ندعمهم وندمجهم وسط المجتمع، وما نحسسهمش باليتم. يعني الكلمة الطيبة صدقة، دي اقل حاجة. كمان من الحاجات، انا مش فاكرة هي رقم كام،
من الحاجات اللي هنصحكم بيها والحمد لله ان انا عرفتها وانا لسه بدرس في الكلية، هو اهمية الصن بلوك. الصن بلوك يا بنات او واقي الشمس يا بنات، لازم تختاري صن بلوك كويس يليق معاكي وعلى بشرتك. ده من الحاجات اللي لازم تتعودي عليها وانت صغيرة، ما تستنيش لما تخش في الثلاثينات، لا انت على طول اصلا مش محتاجه انك اصلا تخش في سن معين. السان بلوك ده حتى الاطفال ليهم سان بلوك. آه، استشيري طبيب الجلديه بتاعك عشان يشوف ايه هو السان بلوك المناسب ليكي ومناسب لاطفالك. معلش يا جماعه، هو مشوار وهيتعمل مره واحده بس، وهتمشي على السان بلوك اللي هو بيقولك عليه العمر كله. فما تستخسروش دلوقتي عشان لو انتوا ما عملتوش الحركه دي هتدفعوا كتير قوي بعدين. السان بلوك بيدي ترطيب، بيحميكي من اشعه الشمس، ما بيخليش بشرتك تعجز بسرعه. وكمان بيحميها من العوامل البيئيه الضاره، الغبار والاتربه اللي لو اتراكمت على الجلد بتعمل رؤوس سوداء. فما تهمليش السان سكرين حتى وانت صغيره في السن، لان ده من الاساسيات. اوعي تستهوني بالموضوع ده او تستهي فيه، والله العظيم هتشكري نفسك بعد كده لما تكبري في السن. هتشكري نفسك، ولو سمعتي كلامي هتشكريني انا كمان. الكورسات يا جماعة، كان نفسي قوي حد يقول لي أهمية الكورسات، بالذات الكورسات الخاصة بالكمبيوتر. وأنا بندم أشد الندم إني ما تخصصتش في الكمبيوتر ساينس في الكلية. مش معقول يا جماعة، ده داخل في كل حاجة، في كل حاجة، والاي اي وكل حاجة داخل فيها الكمبيوتر. فنصيحتي انه احنا لازم نتعلم مهارات الكمبيوتر وبرامجه زي مثلا الاكسل، الوورد، اكسس، ازاي تعملي قاعدة بيانات. دي من الحاجات اللي انا بسعى ان انا اتعلمهم، وانصحك انك انت كمان تتعلميها حتى لو شغلك او جامعتك مش محتاجينهم. لكن متهيألي في الوقت الحالي مفيش حاجة ما بقتش محتاجاهم. كل دراسة هتحتاجي فيها الكمبيوتر ساينس، ده حقيقي. لازم تتعلميه بجد وتتقنيه وتمارسيه عشان ما تنعزليش عن العالم، يبقى العالم ماشي في اتجاه وانتي ماشية في اتجاه تاني. كمان كورسات الميك اب دي من الحاجات اللي انا نفسي اخدها كورس عشان اقوي نفسي في المجال ده. الحاجات اللي هتعمل لك مود حلو، هتخلي مودك كويس. وعشان تعرفي ازاي تحطي المكياج مظبوط، ازاي تحطي المكياج يبقى لايق عليكي، تقدري تنفذي اي لوك في العالم تشوفيه على الانترنت او تشوفيه على حد تقدري تنفذيه. كمان كورسات العناية بالبشرة والجلد والشعر برضو تاخدي كورسات فيها. المهم في الكورسات دي انك انتي تاخديها من حد دارس، ما تاخديهاش من هاوي كده زيك راح خد كورسات، لا، حد دارس. فالحاجات دي لما بتيجي من مصدر دارس الحاجة دي فهتبقى معلوماته صحيحة وهتستفيدي منها فعلا. علشان كده انا بقولك انه ازاي تعتني بنفسك كبنت، ازاي تتعلمي تحطي مكياج. دي من الحاجات الاساسية جدا جدا، واللي برضو كان نفسي جدا حد يقولها لي وانا صغير. مش عايز اطول عليكم، مش عايزه الفيديو يطول اكتر من كده. دي كل حاجة للنهاردة، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.